بمنطقة دير العزب التي يقع فيها الدير الرئيسي للأقباط بالفيوم، افتتحت المنطقة الأزهرية بالمحافظة أول فصل من نوعه لمحو الأمية وتعليم الكبار، ملمح يعكس تجسيد مفهوم الوحدة الوطنية بين مسلمي المنطقة وأقباطها، كما يعكس انتشار روح المحبة والإخاء بينهم. والله لافتة جميلة جدا من نوعها، بتمثل اللحمة الوطنية بين الأقباط والمسلمين، واحنا هنا في قرية العزب. طبعا النقطة دي عادية بالنسبة لنا، لأن مفيش فرق بين الدير وبين القرية نفسها، في اختلاط شديد بين الاثنين ولحمة واحدة. الفصل الذي افتتحته المنطقة الأزهرية يهدف إلى تعليم الكبار من أهل المنطقة المتسربين من التعليم والأميين، يقوم بالتدريس فيه المعلمون الذين وفرتهم المنطقة الأزهرية بالفيوم. أما أماكن التدريس فقد وفرتها إدارة دير العزب الرئيسي لمساعدة المدرسين في إتمام أعمالهم على النحو الأمثل. لنا فصول في كل المراكز على مستوى المحافظة كلها. يمكن دي البادرة الأولى من نوعها طبعا، لا ده طبعا نابع من فكر فضيلة الإمام وفضيلة الوكيل وفضيلة رئيس القطاع في متابعة مستمرة من الأزهر الشريف على هذه الفصول، لأن احنا هم الأزهر أو فضيلة الإمام شخصيا ان هو يمحو أمية كل أمي على مستوى جمهورية مصر العربية. افتتاح هذا الفصل يأتي كبداية لسلسلة فصول أخرى تعتزم المنطقة الأزهرية بالفيوم إقامتها في ضوء بروتوكول تم توقيعه بين الأزهر والكنيسة، هادفا إلى تكثيف العمل والجهود المبذولة لمحو الأمية بين الكبار في ظل إقامة أركان الجمهورية الجديدة. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.